قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة علشان ده بيحمسنا نستمر جدا، ولو على الفيسبوك اعمل لنا متابعة. Let's go. بيبدأ الفيلم بمشهد لشركة اسمها كراين متخصصة في صناعة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وكانوا شغالين على مشروع لكلب آلي عسكري للقوات العسكرية في البلد، وإن الموضوع كان صعب جدا إنهم ينفذوه، لكنهم بيقدروا ينجحوا أخيرا عن طريق اختراع تقنية سموها الدبور، وهي عبارة عن سرب من الطيارات الدرون ذاتية القيادة، وده فادهم في صناعة أكسل الكلب الآلي الفريد من نوعه، واللي بيكون خطير نوعا ما علشان مصمم بأسلحة كتير جواه لأنها للجيش زي ما قلنا. بعدها بنتعرف على بطل القصة اللي بيكون اسمه مايلز، وهو شاب بيحب السباقات وبيحاول إنه يكسب السباق بأي طريقة لحد ما سام زميله بيخبطه وبيكون السبب في خروجه من السباق. وبيحاول مايلز إنه يروح لوالده بسرعة علشان يصلح الموتوسيكل بتاعه ويرجع للسباق تاني في الجولة الأخيرة، لكنه بيلاقي السلسلة قطعت ومش معاهم سلسلة تانية، فبيروح لوالد سام وبيطلب منه سلسلة جديدة لأنه مش معاه واحدة، وبالرغم من إنه معاه سلاسل كتير إلا إنه بيرفض يديله واحدة منهم، وبيقول له إنه محتاجهم في السباق. وبنتعرف على سارة صديقة سام اللي بتكون قاعدة وشايفة الموقف، فبتروح تاخد سلسلة من الورشة من غير ما حد يعرف وبتديها لمايلز علشان يصلح الموتوسيكل، وفعلا بيرجع من تاني للسباق وبيقدر يفوز بيه بمهارته وبياخد المركز الأول من سام. وبعد ما السباق بيخلص بيعزم سام مايلز على الحفلة اللي هو هيعملها بالليل في بيته، وبيقول له إنه هيستناه يجي. وفي نفس الوقت بتحصل مشكلة في مقر شركة كراين بسبب هروب الكلب من الشركة وبيختفي تماما، وبنتعرف على المهندس أندريك المسؤول عن الكلب بيشغل نظام الدبور علشان يقدر يحدد مكان الكلب ويلحقه قبل ما يخرج عن السيطرة، لكن الكلب بيكون طليق في الصحراء. وفي نفس الوقت بيكون مايلز رايح الحفلة وبيتضح إنه خجول نوعا ما وما بيحبش الحفلات ولا الزحمة، وبيروح يسلم على سام لكنه بيلاقيهم بيخربوا في عربية وعاوزينه يشاركهم، لكنه بيرفض وبيمشي. وهو خارج بيعدي على جراج سام وبيلاقي موتوسيكل جميل بيعجبه جدا، وهو في الجراج بيلاقي سارة شافته فبيسلم عليها وبيسألها عن علاقتها بسام، فبتقول له إنها مش مرتبطة بيه وإنها عايشة في البيت الخلفي ليهم مش أكتر. وبعد ما بتخلص كلامها معاه بتمشي وبيرجع مايلز لبيته. وتاني يوم بيكون أندريك بيدور طول الليل على الكلب من خلال الطيارات بتاعته ومش قادر إنه يحدد مكانه، لكن بتجيله مكالمة مهمة من الحكومة الأمريكية وبيبلغوه إن الميعاد اللي هيشوفوا فيه الكلب العسكري هيبقى بعد يومين، وإنهم صرفوا على المشروع 70 مليون دولار، وإنهم مش هيسمحوا بأي خسارة من أي نوع. وبيطمنهم أندريك وبيفهم إنه في موقف صعب ولازم يلاقي الكلب في أسرع وقت. ووقتها بيكون مايلز بيغسل الموتوسيكل بتاعه في البيت وبيكون مع والده، وبيعدي عليه سام بعدها علشان ياخدوه معاهم الصحراء لأنهم هيركبوا الموتوسيكلات ويتصوروا هناك. فبيروح معاهم مايلز، ولما ما بيكونش واخد باله بيجي أصحاب سام وبيحطوا له مشروب بدل البنزين وبتخلي الموتوسيكل يعلق، وبيقع مايلز من على منحدر عالي وبيصوروا سام وبيسيبوه وبيمشوا، وإن ده كان مقلب. وبيحاول مايلز يشغل الموتوسيكل لكنه بيلاحظ خردة كبيرة على الطريق، فبيروح ناحية مصدر الصوت علشان يعرف سببه، وبيدخل جوه صندوق منهم وبيتصدم وبيخاف لما بيلاقي حاجة بعيون حمراء بتبصله، وبيطلع يجري من المكان وبيروح للموتوسيكل علشان يهرب من المكان، وبيلاقي فيه حاجة بتطارده، وهنا بيلاحظ إنه كلب عملاق شكله غريب وبيحاول يهرب منه وبيستعمل مهارته بالموتوسيكل وما بيقدرش الكلب يمسكه، وبيقع الكلب ورجله بتتكسر وما بيقدرش إنه يقف تاني. وبيقرب منه مايلز وبيحاول يطمنه وبيقدر إنه يتواصل معاه عن طريق موبايله ويبعت كل معلوماته عليه علشان يفهم إنه محتاج صيانة، وبيوضح له المكان اللي متصاب فيه وبيعرف إن اسمه أكسل، وبيقرر إنه يصلحه بنفسه وينقله من تاني للصندوق اللي كان مستخبي فيه علشان محدش ياخد باله منه. وبيلاحظ في المكان طلقات الرصاص وإن كان في حد كان بيطارد الكلب ده، وبيفضل جنبه طول الليل يصلحه لحد ما بتطلع الشمس، وبيبقى خلع أجزاء من الموتوسيكل وركبها له علشان يتحرك من تاني، وفي الآخر بيديله بنزين
علشان يقدر يتحرك. وبيتعود أكسل على مايلز، وأول ما بيقدر يتحرك بيحرك راسه لأنه عايز يقلع الكمامة اللي على بقه، وبيشيل مايلز الكمامة. وأول ما بيخلعها بيبقى أكسل فرحان جدا إنه أخيرا اتحرر، وبيتنطط في المكان وبيركب مايلز الموتوسيكل، وبيبدأوا هما الاتنين يجروا جنب بعض وهما مستمتعين جدا. وفي نفس الوقت بتقدر طيارات الدرون ترصد مكان أكسل، وبيعرف أندريك مكانه، لكنه بيستغرب إزاي أكسل قدر إنه يتعود على شخص بالسهولة دي، وإن دي كانت خطوة هو خايف منها. وهنا بيقرر إنه يراقب أكسل من بعيد علشان يحلل تصرفاته مع الشخص اللي معاه ده. وبيبقى مايلز مع أكسل، وفي اليوم اللي بعده بتظهر عربية سام، وبيبقى فيها المرة دي سارة اللي عرفت باللي حصل وجت تطمن عليه لأن موبايله كان مقفول ومرجعش بيته من امبارح. وخدت العربية من سام وجت، لكن أكسل بيشوفها وبيعتبرها مصدر تهديد وبيهجم عليها، فبتترعب من شكله وبتحاول تهرب بالعربية بتاعتها لحد ما بيشوفهم مايلز وبيوقف أكسل وبيفهموا إنها صديقته، وبينزلها من العربية علشان أكسل ما يحسش بأي تهديد منها، وبيخليها تلمسه علشان يطمن لها، وبيفهم إنها مش عدو، وبيقضوا الوقت سوا مع أكسل. وفي نفس الوقت جمع أندريك كل المعلومات عن مايلز وسارة، وعرف إنهم فقراء ومحتاجين فلوس، وممكن يبعت لهم فريق يقبض على أكسل ويديهم فلوس مقابل إنهم يسكتوا لأنهم محتاجين الفلوس. لكنه بيقرر إنه يسيب أكسل معاهم فترة، لأن كل ما بيقضي وقت أطول في التواصل البشري كل ما بيزيد من تطوره، وإنه أصلا كان متأخر في تقديم المشروع لمدة 6 شهور، إنما اللي حصل ده هيخليه يتقدم 5 سنين قدام، لأن التطور ده ما كانش هيقدر يعمله مع أكسل بالسهولة دي لأنه كان محبوس في المختبر. وتاني يوم بيكونوا لازم ياخدوا أكسل معاهم في المكان اللي هيروحوا فيه، لأنهم لو سابوه حد تاني لقاه ممكن يقتله أو يهجم عليه، لأنه مش هيعرف يتعامل معاه كويس زي ما بيتعامل مع مايلز. وبيحطوا أكسل في العربية وبيتحركوا بيها على أقرب بنزينة، لكن بيكتشفوا إنهم ما معهمش فلوس يحطوا بنزين، فبيكتشفوا إن أكسل قادر يخترق أي جهاز قدامهم، وبيطلع لهم فلوس كتير من مكنة ATM وبياخدوها وبيحطوا البنزين اللي عايزينه، وبيهربوا بسرعة من المكان وبيروحوا لمكان مهجور خاص بسارة محدش يعرفه غيرها علشان يسيبوا أكسل فيه. وبنعرف إن سارة بتحب الرسم على الحيطان، وبيفضل أكسل يتفرج على الرسومات لحد ما بيشغل فيديو من الذاكرة اللي عنده، وبيبقى فيديو خاص بوزارة الدفاع المتعاونة مع شركة كراين بيوضح فيه إن أكسل تم صناعته للحرب، وإنه معمول علشان يبقى على تواصل بجندي واحد، بمجرد إنه يقترب معاه من خلال ريموت كنترول بيبقى مفيش حد ليه سيطرة عليه غير الجندي ده. وبيطلع أكسل ريموت وبيديه لمايلز اللي لما بيمسكه بيسجل بصمته، وبياخد نقطة من دمه كمان علشان يعرفوا معرفة كلية. وكل ده بيظهر لأندريك اللي بيعرف إن الكلب اقترن مع مايلز وإنه مش هيقدر يفصله عن مايلز ويتحكم فيه تاني. وفي الوقت ده بيجي سام للمكان اللي هم قاعدين فيه، وهو متضايق إن سارة خدت العربية بتاعته من غير إذنه، وإنها مهتمة بواحد فاشل زي مايلز، وبيتخانق معاها لكن بيتدخل مايلز وبيتخانق معاه. وفي لحظة بيهجم عليه أكسل وبيثبته على الأرض، وما بيقدرش سام يتحرك، وبيهددوا مايلز إنه ما يضايقش سارة مرة تانية. وبيسمعوا سام، لكن سارة بتتضايق من تصرفه لأنه بقى زي سام بالظبط، وإن أول لما بقى معاه القوة استعملها على طول، وبتقول إن سام وعيلته متحكمين فيها وفي والدتها لأنهم شغالين عندهم من زمان وملوش الحق إنه يتصرف بالطريقة دي. وبيعتذر لها مايلز وبيقول لها إنه لازم يبلغ والده علشان هو اللي هيعرف يساعدهم. وبيسيبوا أكسل في المكان المهجور اللي هم فيه، وبالليل بيكون أكسل لوحده، وبيجي سام للمكان اللي أكسل هجم عليه فيه، وبيشوفوا أكسل لكن ما بيهجمش عليه لأن مايلز قال له إنه صديق مش عدو، لحد ما سام بيرمي بنزين على الأرض وبيجيب أكسل ناحيته وبيولع فيه وبيصوروه، وبيكون أكسل مش عارف يعمل حاجة. وبيشوف مايلز وسارة الفيديو وبيجروا على هناك، ولما بيوصلوا بيلاقوه متدمر، وبيلاقي مايلز إن أكسل بعتله لوكيشن على الموبايل، وبيفهم مايلز إنه لازم ياخده ويتحرك على الموقع ده علشان يصلحه هناك. وبيوصلوا لمبنى بعيد، وبيبدأ مايلز في تصليح أكسل لحد ما بيرجع كل أنظمته للشغل من تاني. وبيقدر أندريك إنه يحدد مكانهم
لأنه قرر يرجع أكسل، وبيبلغ كل القوات بالتوجه على المبنى فورا علشان يقبضوا على أكسل. وأول ما بيوصلوا بيكون أكسل على وشك إنه يستعيد القدرة على الحركة من تاني، لكن بتوصل القوات وبيكون مايلز وسارة مستخبيين أول لما ظهروا، وبيقدر أكسل إنه يستعيد قدرته على الحركة وبيهاجم على كل القوات، وبيقدر يحدد مكان سام اللي حرقه، وبيروح هناك وبيهجم على سام علشان يقتله وينتقم من اللي عمله فيه. وبيستخبى سام تحت العربية، فبيوقف أكسل على العربية من فوق وبيحاول إنه يقتله، لكن سام بيهرب وبيحاول يحمي نفسه بإنه يهاجم عليه بالنار زي المرة اللي فاتت، لكن النار بتفصل وبتكون فرصة أكسل إنه يقتله. لكن بيجي مايلز وسارة وبيمنعوا أكسل إنه يقتل سام لأنه ما يستحقش الموت. وكل ده وأندريك بيراقب اللي بيحصل، وبيخلي الطيارات الدرون تهاجم على أكسل، وبتقدر الدرون تضرب أكسل بطاقة كهربائية بتقدر تفصل بيها كهربة أكسل، وبيقع على الأرض وما بيشتغلش. وبتيجي القوات للمكان وبياخدوا أكسل للمختبر وبيربطوه علشان ما يتحركش، ولأن أندريك مش قادر إنه يتحكم في أكسل من تاني بياخد مايلز معاه للمختبر. وهناك بيفوق مايلز وبيلاقي أندريك بيحاول إنه يخترق النظام وبيفشل، وكل اللي في إيده إنه يشل حركته بس. وبيقول له أندريك إنه محتاج الريموت علشان يقدر يسيطر على أكسل من تاني، وهو هيسيبه هو وصديقته يمشوا. لكن بيقدر أكسل يفوق فجأة، ولما بيفتكر ذكرياته مع مايلز وسارة بيتعصب وبيقدر يفك نفسه وبينقذهم. وبيفشل أندريك في السيطرة على أكسل وبيهرب من المبنى قبل ما يهجم أكسل عليه، وبيقابل عربيات الحكومة قدامه اللي بيقبضوا عليه لأنه خالف كل الأوامر اللي قالوها له، وكمان عمل حوادث في المناطق العامة بسبب أكسل. وبيكونوا عايزين يقبضوا على أكسل هو كمان، لكن بيقدر أكسل ومايلز وسارة إنهم يهربوا من المكان بسرعة قبل ما يتمسكوا باستعمال طيارات الهليكوبتر علشان تقدر تمسك أكسل. وبيفضلوا يهربوا لحد ما هما الاتنين بيقعوا من على المنحدر، وبيتكسر دراع مايلز اللي ما بيقدرش إنه يكمل، وبيأمر أكسل إنه لازم يهرب لوحده فورا علشان ما يتمسكش. لكن أكسل بيكون اتعلق بمايلز وحبه جدا، وإنه السبب في كل المشاكل اللي حصلت لمايلز. وهنا بيقرر أكسل إنه يدمر نفسه ذاتيا، وبيرفع كل بياناته وذاكرته على وحدة تخزين مشفرة على الإنترنت، وبيفجر نفسه قدام مايلز والقوات. وبيكون مايلز حزين على فراق أكسل لأنه حبه جدا. وبعدها ب6 شهور بنشوف الحكومة قدرت تلاقي شفرات تم تحميلها على الشبكة بشكل مجهول، وهم مش عارفين مين اللي حملها ولا عارفين يفكوا تشفيرها. لكن أندريك ما بيكونش عارف عنها حاجة وبيرفض يتكلم. وبيكون مايلز وسارة أخدوا منحة دراسية بأمر من الحكومة علشان يبعدوهم عن المكان، بحيث لو أكسل اشتغل تاني ما يكونوش هم موجودين وما يتعرفش عليهم، ويحصل نفس اللي حصل في البداية. وأثناء ما بيكون مايلز قاعد مع سارة بيلاقي والده بعت له ظرف، ولما بيفتحوه بيلاقيه ريموت أكسل، وبمجرد ما بيحط بصمته عليه بيلاقي فيه برنامج اتحمل على موبايله وبيتواصلوا بيه مع أكسل، وبيتصدموا إنه لسه عايش. وبينتهي الفيلم مميز فعلا. لو كنت تابعت معايا الملخص للآخر عندي ليك سؤال: ليه أندريك لما لقى أكسل ما قبضش عليه على طول؟ اكتبوا لنا إجاباتكم في التعليقات وهقراها كلها.